بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد، جامعة عين شمس، من معرض صحارى الدولي التجمع الخامس القاهرة الجديدة. النهاردة هنتكلم عن أهمية المعرض الزراعي ومجالاته في مصر والوطن العربي، اللي طبعا بيقوم بتغذية الشريان الزراعي والعمل على قوة الإنتاج الزراعي والتقدم والرقي في الإنتاج الزراعي. طبعا ده معرض صحارى الدولي، بيضم شركات كتير دولية من الصين والهند والأردن والإمارات والدول العربية وتركيا والنرويج، وطبعا بالإضافة للشركات العملاقة المصرية زي كفر الزيات وشركة النصر وإيفر جروب وشركة سعيد للتنمية الزراعية والبنك الزراعي بمشتملاته، والشركات المصرية الجميلة اللي بتؤدي إلى تقدم والرقي في المجال الزراعي. المجال الزراعي ده اللي هو سبب إنتاج العالم وقوته الاقتصادية. طبعا المعرض ده كان من يوم 14/9 إلى 16/9 اللي هو سبتمبر. المعرض ده جميل، بيضم المبيدات الزراعية والمعدات الزراعية، وبيضم الآلات الزراعية اللي بكل ما يخص الزراعة في العالم الزراعي الجميل. دمتم في أمان الله. معكم مهندس محمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.